السلام عليكم. هي إشارة وإشادة أيضا في حق أبناء المنطقة. هذه الصورة الجميلة التي نشاهدها على الممرات البحرية هي خير دليل على ارتفاع الوعي الثقافي بشأن أهمية الرياضة. يعطيك العافية. أنا واقعا لاحظتك أنك جالس، فسؤالي بشكل عام يعني أنت موجود يوميا تمارس الرياضة على الممر البحري والله مصادفة فقط اليوم أنت موجود؟ لا والله أنا أمارس الرياضة يوميا، يعني كل صباح لازم أسوي الرياضة. جميل. لأنه أنا بعد ما سويت عملية القلب فأنا في الدنيا أحافظ على ممارسة الرياضة. جميل. منها صار السكر وصار الضغط، والموقع جميل. صحيح. يحمس الشخص إنه يعمل الرياضة. الرياضة صحة. أحسنت. والحمد لله يعني نحمد الله ونشكر في أمن وأمان. أحسنت. في مواقع راقية. أحسن. النظافة. أحسن. على رقي أهل المنطقة نفسهم. النظافة. أحسن. على رقي أهل المنطقة نفسهم. أربعة كيلو أجد من نص كل يوم. How do you feel? أحسن واجد أحسن من دواء. ما يمشي يصير مريض. تمشي بطابة. كيف تلاحظ قبل لا كنت تمشي وحاليا؟ هل تغير عندك شيء؟ والله كثير من الحاجات. وش اللي تغير عندك؟ تغير من عندي اولا اوضاع الباطنيه، الهضم، صار اموري في الهضم جدا ممتازه. زين. حاجه ثانيه، انا كنت اعاني من حموضه في المعده. جميل. من ضمنها الحاجات اللي ساعدتني على يعني ان لم يكن ايقاف الحموضه تقليل الحموضه المشي. والله اللي جابني هنا ارتفاع عندي السكر والضغط والكوليسترول عندي قبل هذا الكلام قبل شهرين. لاحظته قبل شهرين؟ اي قبل شهرين ارتفع عندي. قطعت طبعا الرياضة أنا. يعني كنت تمارسها قبل؟ كنت أمارس الرياضة بس قطعتها مرة واحدة. من الزواج يعني قطعت الرياضة مرة واحدة. وفجأة يعني بعد مراجعة الطبيب كانت اللي هو الملاحظات بالنسبة إلى التقارير الصحية أنك أنت تعاني من سكر وضغط. أي كل شيء ما عندي ارتفاع وكذا. فالوصايا كانت أنك أنت لابد الرياضة. ما شاء الله. يعني أنا جدا سعيد يعني أن أنا أشوف الأعداد الهائلة من الناس اليوم موجودة على الممر البحري. كثرة ملحوظة. في ثقافة بالنسبة للمشي والجري وممارسة الرياضة اليومية. ما شاء الله. لاحظ عليهم بكثرة إن شاء الله يزداد العدد، لأن هذا الشيء صح للجميع إن شاء الله. جميل. طيب محمد، وش اللي خلاك أنت تطلع بالدرجة الأولى يعني خصوصا في مثل هذا الوقت؟ أنا لاحظت أن عندك همة وعندك ما شاء الله يعني حركة يعني ملحوظة، يعني شوف تنفسك يعني سريع، حالة تعرق ملحوظة. طبعا أنت ما تعاني من أي شيء. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. صحيح سليم. جميل. أنا كنت أصلا في البداية رياضي من الصغر. جت لي فترة قطعت الرياضة بسبب الدراسة وبسبب الأعمال الحرة. جميل. الحمد لله الحين متفرغ. الوقت هذا الوقت اللي عندي الفراغ أقدر أمارس فيه الرياضة. كم الوقت اللي تستغرقها؟ أستغرقها تقريبا من ساعة ونص لساعة و40. يعني أمشي حوالي كل يوم الحمد لله 10 كيلو 11 كيلو. جميل. ما شاء الله. والله أنا أمارس من ساعة وربع، أحيانا ساعة إلا ربع، على يعني عزيمة الصحة. لما يكون عندي الوقت وعندي العزيمة بالنسبة للنشاط فأنا أحاول بقدر ما أستطيع إني أنا أطول بالوقت، لكن أحيانا لما أحس بالإرهاق فلازم إني أراعي الجهاز اللي موجود معي. يعني أنت مركب جهاز حاليا؟ نعم. مرض في القلب وسكر وضغط ومركب جهاز ومصر على ممارسة الرياضة، وهي رسالة جدا جميلة بل تحمل معنى كبير بأهمية الرياضة. كيف الأشخاص اللي موجودين في البيوت وجالسين بدون حركة وبإمكانهم يمارسوا الرياضة إلى متى ظل هذا الوضع؟ هل الواحد ينتظر حتى يعاني من المرض وبعدها يجي يمارس الرياضة؟ أتمنى كل صغير كبير أخ وشايب ممارسة الرياضة في كل وقت. لو تعطي لنفسك نص ساعة أنا متأكد 100% أنك تجلس أكثر من 4 ساعات 5 ساعات قدام التلفزيون أو في يدك الجوال، فنفسك لها حق عليك. عطها نص ساعة في اليوم. نص ساعة في اليوم. حاول أنك تمشي، حاول أنك تحرك الدورة الدموية عندك.
لأن هنا تبدأ الخمول، يبدأ الجلطة، تبدأ المشاكل، تبدأ السمنة، كل الأمور هذه كلها تجي من تركبات الجلسة في البيت قدام التلفزيون، الأكل، الجوال. عط نفسك نص ساعة في اليوم بس، صدقني بالله ما راح تندم، لا كان صغير ولا كان كبير. الرياضة ما لها عمر، ما لها عمر نهائيا، صدقني بالله ما راح تندم، لا كان صغير ولا كان كبير. الرياضة ما لها عمر، ما لها عمر نهائيا. بشكل عام الرياضة يعني سبب كبير على المحافظة على جسم الإنسان ووقاية من كثير من الأمراض. يعني ما شاء الله تبارك الله نشوف كثير من الناس اللي يمارسون الرياضة ما يشتكون أبدا من أمراض. ليش؟ لأنه فعلا الأسباب اللي ايش تحمي من هذه الأمراض. تكون جسمه ما شاء الله يعني معتدل متناسق إلى آخره، ويعني نفسيته حتى أن تعود على نفسية الشخص تكون نفسيته زينة وحلوة. ليش؟ لأنه ما يشتكي من أمراض بسبب الرياضة. أنا بعد أكد على نقطة مهمة، أن للأسف الشديد البعض يعتقد أن ممارسة الرياضة هي فقط للشخص المبتدئ، أنه وزنه زايد، وهذا ما هو صحيح. حتى الشخص اللي يمكن يكون جسمه كما يظهر أنه نحيف، أيضا الرياضة مهمة بالنسبة له. إذا ما مشى ساعة يعني أنا أشوف أنه يعاني من مشاكل. الكورنيش هذا مهيأ جدا الواحد يمشي ياخذ مساحات طويلة، ما يحس بالرياضة اللي قاعد يسويها. يمشي مسافات واليمين وبحر ويساره طبيعة، يعني أشياء جميلة. في الإجازة غالبا مخصص وقت للمشي، منها تغيير جو للأسرة وكذلك تغيير جو لنفس الشخص اللي يمارس رياضة في هواء الطلق. عندنا احنا كورنيش الخبر، فتغيير جو في الكورنيش نستمتع فيه، وكذلك هو يعتبر فرصة للجو يعني مع الأسرة من ناحية رومانسية تعتبرها بعد. جميل. وكذلك أنها تثري العلاقة بين الأبناء وغيرهم. أنت أثرت نقطة جدا مهمة أستاذ، وهي الرياضة ضمن الأجواء العائلية. أنا قبل شوي توقفت مع بعض الأخوة كانوا مع زوجاتهم، فوجود هذا الحس الثقافي الرياضي ضمن أجواء العائلة في العموم مؤشر جدا مهم. جيد، خاصة إذا كان الابن يشوف الوالد حريص والوالدة حريصة، وتلقاهم تبعاتها في البيت، قضية الأكل، طبيعة الأكل اللي يطبخ في البيت، هذا يأثر على الطفل فينشأ بثقافة يعني واعية رياضية. جميل. طبعا جدا سعيد أن أشوف أن هذه العلاقة موجودة ما بين المدرسين والطلاب. وجودكم يا بعض ضمن هذا الجو اللي أكد عليه أستاذ أيضا، اللي هو يعتبر عائلي، ولكن ضمن نطاق عائلة المدرسة اللي تجمع المعلم والطالب. يعطيك العافية أبو علي. الله يعافيك. جواك الله. يعني أنا لاحظتك تجري، واقعا اضطريت أوقفك، بس أبغى أسألك السؤال. تفضل. من متى تجري؟ أنا تقريبا صار لي الحين 4 سنين، يعني 4 سنوات وأنت تجري باستمرار على ممر البحري المجيدية. ساعات أغير أروح الخامسة، يعني تغيير بس. كم وقت تقضي تقريبا في الرياضة؟ في الجري؟ نعم. في الجري ولا الرياضة؟ أنا الرياضة بشكل عام والجري خلينا نقول. ساعة ونص يعني. ساعة وساعة ونص، هذا في الرياضة أو في والجري؟ اثنينهم يعني. اثنينهم. وش هو الرياضة الثانية اللي تمارسها؟ أمارس تمارين الشد اللي هو تمارين البطن، وتمارين الخواصر، هذه كلها يعني مقاومة. والجري عادة والجري هذا شيء أساسي يعني. الجري 40 دقيقة تقريبا. 40 إلى 50 دقيقة. طيب سؤال أبو علي. تفضل. وش اللي يدفعك إلى الرياضة بالدرجة الأولى؟ والله أنا كان يعني المعلومية، أنا كان وزني 142. 142. الحين وصلت 97. ما شاء الله. طبعا هذا عن طريق المصادفة، أنا أعرف أنك أنت يعني قدرت تحقق هذا الهدف في ظرف كم؟ هذا صار لي 7 شهور نزلت الوزن كامل. 7 شهور ونزلت هذا الوزن. إيه؟ ما شاء الله تبارك الله. طبعا أنا سعيد أن أسمع هذا الشيء. يعني بكل أمانة أنا قاعد ألاحظ اليوم يعني في ارتفاع في منسوب الحس الثقافي المرتبط بالرياضة، ولهذا أنا اضطريت أوقفك حتى أبغى أعرف يعني وش الدوافع اللي خلتك تمارس الرياضة. طبعا لما شفتك أنت تجري أنا قلت له ضروري أن أوقف وياك وأعمل وياك هذا اللقاء. الله يسلمك ويحفظك. إنزين، طيب كيف تلاحظ اللي هو أنت من وجهة نظرك خلال الفترة اللي كنت تمارس فيها الرياضة
ارتفاع أعداد اللي هو المشاة واللي يمارسوا الرياضة بشكل عام، هل تشوف أنه بالفعل هذا ملحوظ ولا؟ اي ملحوظ، يعني بالذات هالفترة هذه قبل صلاة المغرب يعني أشوف في ازدياد في العدد سواء نساء أو رجال يعني. جميل، والجميع جميع الفئات موجودة، كبار صغار نساء صحيح رجال. صحيح. يعطيك العافية أبو علي. كيف تشوف الأمان طيب حاليا في على الأمان ممتاز، يعني حتى كانت قبل مسوين حملة على هذا الشيء، بس الحين أبدا ما في، والكل في حاله ما شاء الله يعني. جميل. وش رسالتك للشباب بشكل عام؟ والله أقول لكل شخص لا تتركوا الرياضة، يعني الرياضة مهمة وتخليكم ما شاء الله تعمروا بصحة ممتازة يعني. جميل جميل. والله يوفق الجميع إن شاء الله. عندنا مسوين جروب احنا لنا طبعا ديرة يحثونا نجي يوميا، يعني يوميا طبعا يوميا هم يمشوا. جميل. يعني ياخذوا الكورنيش هذا كله زين ويحثونا ان هنا بين حي الحسن والمنيرة. له هناك في نهاية اللي هو الممر البحري الثاني اللي هو الخامسة. جميل. فيعني يحثوا الشباب، يعني الفكرة من تجمعهم هو كل واحد يشجع الثاني. أيوة حتى تكونوا كلكم متواجدين. يعني هم فئة يجلسوا في مجلس واحد. جميل. فطرحوا الفكرة ان ليش ما نسويها مثلا مجلس ديوانيتين، نسويها للديرة كلها. جدا جميل. بحيث انه يجوا زين وتركوا عنهم على قولتهم هذه الامراض كلها تجي وهي جالس يعني. صحيح. فيعني ما شاء الله تبارك الله، يعني انا امر عليهم ساعات يعني ما شاء الله العدد يعني زاد، العدد زاد. في اي وقت تكونوا موجودين؟ يوميا العصر، يوميا العصر تحصلهم هناك. ما شاء الله. الخامسة، كورنيش الخامسة. واحنا ان شاء الله يعني على قولتهم احنا لو ما العمل يعني اليوم احنا ماخذين اجازة. جميل. فاستغلتها فرصة. جميل. ان الصباح اجي والعصر بعد اكمل عليه. ممتاز جدا ممتاز. جدا ممتاز. والحمد لله على كل حال، يعني صحتنا الحين طيبة الحمد لله رب العالمين. اعتقد ان الاعداد قاعده تزيد اكثر واكثر لاسباب كثيره، منها انتشار الوعي بالنسبه للرياضه. احنا في يوم من الايام كان الشخص لما يطلع من اجل ممارسه الرياضه ممكن الدوافع الرئيسه اللي تخليه بالفعل يكون موجود على الممرات البحريه يمكن وصايا الاطباء، خصوصا بالنسبه للاشخاص اللي يشتكوا من بعض الامراض المزمنه. اليوم نلاحظ حتى الشباب موجودين ولما تسالهم هل تعاني مثلا من اي مرض يقول لك لا. يعني موضوع انه يكون ابن المنطقه عنده هذا الحس الرياضي ويطلع على الممر البحري، هذا في حد ذاته يعتبر رقي في مستوى التفكير بأهمية الرياضة. توافقني في الرأي ولا لا؟ 100% أكيد. يمكن الأمراض الأخرى خصوصا السمنة هذه صارت يعني تقلق الصغير والكبير، صاروا طبعا يحرصوا على ممارسة الرياضة يعني تفاديا أنهم يمروا بهالمرحلة هذه يعني. هواية يعني بالصغر. الرياضة أساساً المفروض الواحد ما يقطعها نهائي. واستمر في الرياضة ما وقف. يومياً. فشفت الوقت باقي وقت عندي، فأنا قلت ليش ما أوقف الحين وأمشي لي لو نص ساعة أستفيد من هذا الوقت. يعني أشعر بأهمية الرياضة وطالع عندي وقت حرام أقضي كذا بس البيت. يعني أشوف الناس يعني صايرين زي الأجانب، صايرين يجوا يتمشوا وبعدين يرجعوا ويفطروا، ماشيين على برنامج يعني ما شاء الله عليهم. نص ساعة في اليوم تغنيك من أمراض يا كثرها. طبيب قال لي لازم تمشي شوي يا يكونون. إذا فات الأوان خلاص ما ينفع تمشي. بالعكس أتمنى الكل يمارس الرياضة صحيا مفيد لهم، لياقيا لا هذا شيء صحي بعد. وبالنسبة للنساء بكثرة أشوفهم يوميا أنا يمارسوا الرياضة عادي جدا جدا. والله يوفق الجميع إن شاء الله دكتور.